السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. رجعنا لكم بوصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. أكلة كلش بسيطة وسهلة ومكوناتها إن شاء الله متوفرة بكل بيت. أكلتنا اليوم من المطبخ اليمني، مكوناتها مثل ما تشوفون البصل والفلفل والبوتيتا والدجاج. نقدر نسويها هماتين باللحم عادي، يعني متوفر بالبيت نقدر نستخدمه. الدجاج هنا هم المتوفر عندكم، أنا عندي هنا فخذين دجاج وياهم أجنحة أو رقب مال دجاج، فكلهم استخدمتهم. أول ما بديت شفتوني ضفت الزيت والزبد. إذا متوفر عندكم الدهن عادي نقدر نستخدمه. شفتوني ثرمت 3 حبات بصل متوسط الحجم، وهنا أنا دا أثرم البوتيتا أجهزها. أحمس البصل إلى أن يتغير لونه ويصير لونه أشقر. من بعدها تشوفون إن شاء الله الخطوات قدامكم أول بأول. أكلتنا اسمها الزربياني اليمني أو العدني. هنا أنا شفتوا عندي التوابل الصحيحة. هذه التوابل أجهزها وأخليها ويا التمن، أخليها يعني تعطي نكهة وطعم. ضفتها عندي القرنفل والفلفل الأسود الصحيح والدارسين وهيل وورق الغار. وضفت الملح للتركيبة، احنا نسميها تركيبة أو مي سلق اللي يتمن، فبراحتكم. وهنا أنا دا أحرك أنا بالبصل مستمرة وياه. هذا البصل راح أوخر من عنده، يعني مو كله أستخدمه بالوصفة حاليا. إن شاء الله تجربوها ويعجبكم طعمها كلش لذيذة، يعني ما تتصورون ايش قد طعمها لذيذ. والتمن أنا عندي هنا يعني منقعته من قبل وقت وبديت ضفته. شفتوني هنا راح أطلع البصل، يعني خلص شغلي وياه، وراح أبدي أضيف الدجاج أقليه. لازم الدجاج يعني قدر الإمكان نوخر من عنده الجلد مالته حتى يعني نتخلص من الزفر أكثر وأكثر. هسه هنا راح أجهز الصلصة اللي أضيفها على الدجاج. هنا عندي كوب لبن خاثر أو روب احنا نسميه، وأضيف وياه من البصل اللي قليته، وأضيف وياه التوابل. انتو براحتكم شنو تحبون تضيفون أو تشيلون، فتوابل شي عائد إلكم. هنا أنا ضفت الكركم والبابريكا والبهارات الصحيحة وهيل مطحون هم ضفت وياه. هذا هيل مطحون ضفته ينطينا نكهة وطعم كلش طيب. وهذه توابل مخبوطة، يعني البهارات المخبوطة. هسه راح أبدي أخلطهم بالمكسر، وإذا متوفر إذا يعني ما متوفر عندكم المكسر تقدرون بالخلاط، يعني اللي نسوي بالعصير عادي. هسه هنا أنا أبدي أقلب الدجاج على الوجه الثاني، وأبدي أخلط الصلصة قلتلكم عليها. بداية من شفت أني المكونات وهذا الطبخة، يعني أنا دائما أحب أبحث يعني عن الأكلات وأجربها، يلا أنزلها أشوف طعمها نكهتها، وأختار دائما الأكلات اللي تكون يعني قليل العمل بيها مو هواية، وكلها يعني شلون نقول بنفس المكان، حتى أخفف وأسهل عليكم وعلى نفسي. من بعد ما انقلع عندي الدجاج شفتوني وخرته، وهسه دا أضيف البصل والفلفل. ما تحبون الفلفل عادي تقدرون تستغنون عنه، بس ينطينا نكهة وطعم كلش طيب. أقرب طبختنا للكبسة، أقرب يعني مواصفاتها أو طريقتها، بس هنا أنا بخطوات تختلف. البوتيتا مجرد أشوحها، يعني مو أخليها فترة طويلة. وهسه راح أبدي أرجع الدجاج وأخلي عليهم الصلصة. شفتون أنا التمن وخرته لين استوى، راح أبزله وأجهزه، ما أخليه يستوي كلش زايد يعني مثل الطبخ الاعتيادي، لين راح تبقى الصلصة بالدجاج هي اللي راح تستوي التمن أكثر وأكثر. ما ضفت ملح أنا بالبداية، فبهالمرحلة هذا ضفت الملح على قد يعني الدجاج والصلصة مالته، لأن أنا التمن ملحته. شفتوني أتركها إلى أن تتهدر وتنشف. هاي مرحلة داراويكم إياها. تعرفون انتو الدجاج بسرعة يستوي، يعني ما يحتاج له وقت طويل. هاي شوفوا شلون أبقي بيه الصلصة قليل، يعني هاي هنا بعدني يعني ما ضفت، انتظرته إلى أن بعد شوية ينشف، ومن بعدي أبقي يعني أكمل باقي المكونات. واللي وصل اللي هنا لا ينسانا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصل له كل جديد، ومشاركة الفيديو ويا الأهل والأقارب.
هنا اللي متوفر عنده حامض يضيف، يعني إنه محامض. أنا هنا متوفر عندي النارنج، فضفت نص حبة يعني عصارتها، شفتوني حسيتها محتاجة مزازة فضفت لها. فهنا وصلت يعني فد مرحلة راح أبدي أضيف المكونات كلها وأتركها على التهدير. انتهت طبختنا، إن شاء الله يعني فكرتها تعجبكم وتجربوها وتتهنون بيها، كلش طيبة يعني. أتمنى من عندكم تجربوها. يعني إحنا لازم نختبر أكلات أو نجرب مطابخ. هذا البصل اللي شفتوني اللي طلعته ضفت من عنده قليل، يعني اللي بالبداية من سويته. وهاي هنا ضفت أنا المعدنوس. تحبون طعم الكزبرة عادي ضيفوا كزبرة. وهذا التمن هو والبهارات مالته الصحيحة، يعني ما وخرتها. بديت أضيفه بهالشكل هذا. من بعدها راح أخليه على التهدير، أخلي له زعفران. متوفر عندكم الزعفران الشعر ضيفوه، نقعوه من قبل وقت. أنا متوفر عندي بس الصبغة مالته، فضفته وبس. وانتهت اللي هنا طبختنا. يا ربي خطواتها بسيطة وعجبتكم، وألتقيكم بفيديوهات جديدة وبيها إفادة أكثر وأكثر. ومع ألف سلامة حبايب.